ارمي البطاطس ورق اللورة في الزيت المغلي هتحصل لك معجزة. قبل اي حاجة يا ريت نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا جماعة بعد اذنكم بس يعني نصيحة لوجه الله، كل اللي عندها زيت مستعمل مركون بالله عليكم ما تبيعوه للناس اللي بتلف في الشوارع، حتى لو بياخدوا منكم الكيلو غالي، لان بيكرروه تاني وبيرجعوا يبيعوه للناس وبيبقى كله امراض. فبالله عليكم نصيحة كده لوجه الله، يعني ارموه خالص او ادوه حتى للناس اللي هي محلات الصابون لو انتوا حابين تبيعوه، بس بلاش تبيعوه للناس. في ناس بتلف في الشوارع بالله عليكم يا جماعة بيكرروه تاني وبتبقى ريحته قرف وكله امراض وقرف. بص انا عايزه اقول لكم ان انا رحت اشتري ازازه زيت، بعد ما جبتها لقيت ريحتها يعني بجد استغفر الله العظيم يا رب، حاجه ما تنطقش، ريحتها زفره جدا ووحشه جدا. وطبعا يعني هقول ايه، انا استخسرت ارمي ازازه الزيت. فيا جماعه الفكره دي حلوه جدا، بس برضو انا عايزه اي حد بيبيع للناس الزيت يوقف ده، لان انتوا كده بتدوا سموم للناس. فربنا يا رب يبعد عننا الشر عننا وعنكم. وتعالوا اقول لكم الفكره بتاعتي اللي انا عملتها، والله العظيم الفكره كانت حلوه جدا. لو انتي بتجيبي زيت ولقيتي ريحته وحشه جدا او ريحته مزرنخه، اعملي الفكره دي وهتعجبك قوي، ومش هتلاقي في الزيت اي ريحه. هتطبخي بيه مش هتلاقي فيه اي ريحه. بس بعد كده لما تيجي تشتري زيت حاولي اشتري ما يكونش له ريحه ويكون نضيف. بصوا يا جماعه انا عملت ايه، انا جبت 3 ورقات من ورق اللورة او ورق الغور. تمام. وجبت بطاطساية صغيرة قوي، يعني بصي اشطفيها كده من الميه، وبعد كده هتروحي حاطه الزيت اللي هو ريحته وحشه على النار ده، لو ازازه زيت نص ازازه هتحطيه على النار، وهتبداي ان انت تحطي فيه اللي هو ورق اللورة او ورق الغار، وتحطي فيه البطاطسايه، وهتخلي الزيت يغلي مع ورق اللورة والبطاطس دي، لغاية طبعا يا جماعة البطاطس بتمتص اي حاجة، يعني لو اكل حادق هتحطي فيه بطاطساية هتمتص الحدقية. فالبطاطس هتسحب ريحة الزفارة اللي موجودة في الزيت، وورق اللورة هينكه الزيت جامد وبرضه هيسحب الزفارة اللي فيه. بس يا جماعة والله اي حد عنده زيت مش حابب يستعمله وريحته وحشة، زي بجد الزيت عندي كان صعب، وطبعا انا كنت محتاجة الزيت ما ينفعش ان انا ارميه، فعملت الفكرة دي وما شاء الله الفكرة دي حلوة جدا يا جماعة. يا ريت لو عجبك الفيديو واستفدتي منه لو بمعلومة بسيطة، ان انت تدعميني باللايك والاشتراك في القناة ويعني وشوفوا كده القناة ان شاء الله تعجبكم، وبشكركم جدا. ودي كانت فكرتي وباي باي.